احنا كده ايه رحنا في حته ثانيه، في اوضه ثانيه عندي في الورشه. ده بنك القص. طبعا احنا ايه اللون اللي احنا شغالين فيه سيمون، ده تول ده اسمه تول خيال، برضو بيتباع في المنشيه. طبعا انا ايه هقص حته عشان اجهزها للضرابيه. هاخد حته مثلا ايه، طبعا ايه هو لونه سيمون ولون البنك على بيش فاتح كده، فممكن يبقى مش باين قوي بالنسبه لكم. فانا هاخد حته ايه كركر يا كركر بينها اهو، كركر بينها. كركر لما بيشوف حد يقول له ربابيكيا بس تفهمش. هو قبل ما يشتريه محمد معتمد اللي هو صاحبه كان شغال مع حد بتاع الربابيكيا وكان زله، او هو ما بيحبش هو حاسس ان هو عشان شغال في الخضار فشاف ان بتوع الربابيكيا مش قد المستوى، ما تفهمش في ايه بالظبط. بس كركر عنده مشاكل. وبعدين هو بيقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما بتسمع صوت الحمار، هو فعلا ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ربنا سبحانه وتعالى ما يعني ذكر في القران يعني. فبيقول لك بيقولوا بقى لما الحمار بينهى بيبقى شاف شيطان يعني. فمن كتر ما بينهى احنا يعني كنا شاكين ان في شيطان ساكن في المنطقه، بينزل بقى يودي ابنه المدرسه ويجيب ابنه من المدرسه، مش عارفين في ايه بالظبط. بص انا خدت حته 70 سم اهي. الخيال ده هو اصلا متطبق على 2 اهو. بص هو عرض 3 بيبقى متطبق على 2. طبعا المقص اهو. شايفين؟ ماشي يا ابو سهل الحال يا رب. اهي دي الحته ايه اللي احنا خدناها اهي على نجوز. ماشي. هروح بقى على المكنه هنكشكش حته فيها عشان نعمل بيها الضرابيه. قشطه. اقطع وارجع لكم تاني. السلام عليكم. حته التله اهي. طبعا احنا اتفقنا ايه ده بوتون يعني الحته المقفوله والناحيه الثانيه بورصه اهي. هي تقريبا انا ناقصها قد ايه؟ من حوالي 70 سم. ميجوز اهي اسمه تل خيال. خلاص نشغل بقى ايه المكنه. مش ايه في التصوير على قد ما بقدر ايه. احنا بقى ايه هنكشكش حته كده ونشتغل بيها الضرابيه. في كسره بتتعمل لبره كده، في كسره بتتعمل لجوه عليا. انا هعمل لجوه عليا عشان اتجاهها هوريكم عشان اتجاهها على المانيكيه. خلاص دي ابره بونت بروح اعمل بيها كده. ادي كسره. يا اخوان انتوا يعني تسمعوا صوت كركر وصوت بتاع الربابيكيا وبتاع السمك. انا بسمع بقى وفي روايح بقى بتيجي عليا من المنور، انا ساكن في عماره الناس بتطبخ، فبشم بقى الطبيخ كله عندي تحت عادي. احسن يوم بالنسبه لي بيبقى يوم بقى ايه السمك لما حد بيشوي. في نوع سمك بيتشوى وانا هنا داخل في يعني في حوالي ايه 30 سنه نفس نوع السمك، فبيظبط الورشه. يعني انتوا بنيت الورشه سمك وانا طبعا ايه الحمد لله. بص يا اخوانا انا بكسر على جوه عندي انا اهو. بصوا كشكش ازاي. وفي ديك عمال يكاكي الظاهر صاحي متاخر. ناسم محمود ادم يا اخوانا ابو ادم. الله اكبر الله اكبر. هنكشكش الحته دي كلها. طبعا هي عرضها 70 سم او طولها 70 سم بعرض القماش. عرض القماش اللي هو متر ونص على مجوز اللي هو بيبقى لما نفردوه بيبقى 3 متر. اسمه تل خيال.
بيتباع في محل حمدي في المنشيه. اخوانا ايه، ما عندناش استعجال في حاجه عشان نعرف ايه الخطوات، تبقى التفصيل ممل عشان اللي عايز يعرف حاجه او حاجه فاتته يرجع لها بسهوله. انا كده كده بطيء شويه، بس الواحد يعمل الحاجه بذمه يعني. انا بيبقى عندي مقص على البنك بتاع قص، ومقص تاني على المكنه، طبعا نضارتين، دي نضاره المشي ونضاره الشغل كده يعني. وعندي مقص تالت ده بتاع خرز، ما ببصش بيه، ما ببصش بدول الخرز، ان اما تقص بيه خرز اللي هو لو مش متطرز تروح تسنه على طول والمقص يبوظ منه. يلا هروحوا بقى للمانيكان اهي، كشكشتها يعتبر ايه بدايه ضربين اهي. خلاص شوف بقى المانيكان هنوظفها ازاي. صباح الفل، احنا هنكمل اهو. اهي القماشه اهي بعد ما اتكشكشت اهي. بص احنا كشكشنا من حته عملنا كسر خلاص اهو. اظبط لكم بس ايه الكاميرا شويه انا لسه ما شدتش، بس انا بوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي. خلاص نشتغل بقى ايه واحده واحده. قشطه، نيجي من هنا كده. انا قلت عايز ابتدي من هنا، دبوسه دبوس تاني فوق. انا طبعا كنت الاول بشتغل ضرابيه من غير ما اكسر من جنب، بس انا يعني مع قعدتي، مع قعدتك لوحدك طبعا وانت بتحاول تطلع حته وتنجز الوقت بتاعها، ف يعني بتحاول تدبر حالك ايه، بتحاول تنجز فيها، فبتفكر بتدور بقى على ايه، على الاسرع لك في الوقت يعني. ثانية عشان ايه لازم الوشين تحت طبعا. وانا سامع صوت ام اشرف جايه من بعيد.
تشرب برضو ست زي العسل، شقيانه برضو على عيالها كده يعني. دلوقتي ايه برضو ممكن تطلع معانا في الفيديوهات يعني. اتفقنا لما باجي ايه اصور فستان بعد ما اخلصه عشان ابعته لصاحب شغل، يا صوت كركر وهو بينهق، يا صوت ام اشرف، يا اما بقى الصعايده اللي شغالين في الفرن الفينو اللي في الوش كده يعني، يا اما الراجل اللي في المخزن بتاع الخضار اللي بيفصل البطاطس والطماطم كل شويه تتصل بيهم يتعارك معاهم اللي هم فرشين فاكتوريا، فاهم؟ كل شويه تتصل بيتعارك معاهم، تفهمش هم ايه بيخلوه ينقض البطاطس والطماطم، يعني ينقضهم يعني يحط بقى دي لوحدها ودي لوحدها ويشوف الكبيره والصغيره، ولا هو بيعدهم ولا ايه عشان كده بيتعارك معاهم. بيقولوا له عد الاقفاص دي ولا ايه؟ عد مثلا شوال البطاطس ده كام بطاطسايه، ما تفهمش بيتعارك معاهم ليه؟ كل يوم يتعارك معاهم. قال لهم انتوا ناس عبايط ولا ايه؟ انتوا مش عارف مين، ابعت مش عارف مين بالتريسيكل يشيل ايه؟ كده يعني. الواحد بيتمتع يعني. بس مسليني معاك لوحدي في الورشه، هنعمل ايه يعني؟ ايه الدنيا؟ اهو اضربيها اهو. ماشي. اهي الكسره اللي انا عاملها اهي، اهي خدتها على جوه، اديني دبست على الكسره واخدها اهي. طبعا الحته بتاعت بومبيس صدر من اغلس الحتت، نروح حاطين دبوس كده. زي ما قلنا الشغله دي بتشغل دماغك، ان مش شرط يعني تبقى يعني حد معلمك كل حاجه، انت بتشغل دماغك تجتهد بس يعني. مش قرآن، هي كل واحد وليه طريقه، وكل المهم تطلع الحته حلوه في الاخر ومقبوله في نفس الوقت، يبقى شكلها تبقى متينه طبعا، عشان انت بتعمل حاجه برضو لازم تبقى عمليه. هنا بقى ايه في كسره وكسره تانية، كسرتين اهو. انا بقى ايه سرقت واحده على واحده عشان ايه البومبي، انا قلت لكم البومبي ده بيبقى غلس تعملها كده عريضه سنه، تندبس شدد دي كده، ما خدتهاش بقى قصادها، خدتها ايه اهي. انا المفروض بعد ما اخلص بثبت بقى كل ده من تحت. اتفقنا ان الفيديوهات بتاعت القناه دي هتبقى اللي هو ايه ازاي بتعمل حته من اولها لاخرها، مش مهم بقى الوقت بتاع الفيديوهات. ايوه يا عم قول، قول يا عم اهو بيقول الو في الميكروفون اهو، قول يابا، قول يا فنان. ايوه بيكيا قول الو. احنا هنتروق في القناه دي، انا حاسس ان الرساله هتيجي تاخدني. بيكيا قول ولا الو ولا ايوه. صلى على النبي. فنان فنان
نفسي اعرف النوع يعني يلا. الو، قول بقى بيك، ما هو خلاص شغال مع امك، شغال معاك يعني. قول بقى، قول بيك. ايه اللي ايوه قول بيك، ما تقعدش تقول الو بقى. هي كراكيب قديمه قديمه. ده لو فرنسي اوسي، ده فرنساوي ده على فكره. الو يا ابني، قول بيكي على طول وخلاص، يخرب بيتك. واشمعنى غساله يعني؟ عشان الاجهزه غليت يعني؟ هما بيبقوا عايزين غساله او ثلاجه بايظه، بيعملوا بيها ايه بقى؟ اكيد بتتصلح يعني عيني اللي هيبيع غساله ولا ثلاجه فقد فيها الامل اكيد بتتصلح وحد تاني بيلبسها. كتب قديمه قديمه يا ابن الايه. اهي اهو، يلا بينا مكملين. الو، ما تقولوا لي يا عم بيك يا واخلص يا عم. الو برضه تاني الو، وكل ما يجي يقول بيك يتاكد بقى. والغرابه ان هو قال بيكيا وكركر ما نهاش. معرفش، ممكن يكون راكب تريسيكل مش راكب عربيه بحمار. ممكن الكركر ما نهاش. طبعا الدرابيد ده هيخلص، هيجي عليه درابيد تاني الكروازيه اللي هو جاي الناحيه التانيه، اللي هو هيبقى جاي كده، جاي كده واخد للجنب. انا كده كل دي زياده معايا اهي، هتنفع في حاجه تانيه برضه، بس انا لسه مخلص بس الجنب، انا مش هاخد لغايه الاخر. بصوا على العموم انا كده كده ايه بلزق، طبعا عندي لازق وشين تحت، بلزق في الاخر، بس انا هلزقه لكم عشان تبقوا عارفين انا عملت ايه. برضه ظاهره ان المنطقه عندنا بتوع الروابيكيا كتير قوي، يعني بيعدوا منها كتير، معرفش شايفين ايه. انا كنت ببيع لهم برضه حاجات، يعني عندي حاجات كده ايه ابيعها لهم، بعمل فيها تاجر وفي الاخر بيضحكوا عليا. بعمل فيها اسمه ايه، عبد الرؤوف البرعي، عبد الغفور البرعي، عبد الرؤوف مين؟ بس لسه ما بحبوش قوي، ما بحبوش ابدا، بيتذاع كتير قوي كمان. انا بقى ايه ابيع حاجه لازم يتضحك. نص الشغلانه دي يا اخوانا فرجه، يعني انا كان عندي صناعيه فكنت بتفرج، يعني مش كل مش هيمسك ايدي بقى يوريني اهو، فاهم؟ هو مش يعني اللي بيوريك مره ما بيوريكش تاني، ما حدش هيمسك ايدك، لازم تجرب وتشوف ده صح ده غلط. ما تخافش تجمد قلبك يعني، عشان في ناس بيبقى قلبها خفيف. خايف من ايه يا عم؟ الو، قول يا برنس بيك. كده ايه خلصنا اهو. انا مش واصل لغايه الاخر، مش لغايه جنب الكورساج، انا واصل اهو في نص الجيرو كده، الجيرو اللي هو بتاع الباط. خلاص يا عم، خلاص بقى يا عم، عيب يا عم، هنفصل بقى. طبعا بنسيب الزياده دي بنشيلها في الاخر اهي، فضلت عندنا حته، مفيش حاجه بتترمى تنفع.
بس يلا بقى ولا بقى، بس يلا بقى، الواحد بقى شكله والله ولا الواحد واقف في نص هدومه اقسم بالله. بيقولوا عليا ايه شغال قاعد على الرصيف؟ يا جدعان عيب، واحد مصمم ازياء قد الدنيا. يا ابن الايه كده تمام؟ اهو ادي خلصنا ايه الفرده دي. طبعا هو المفروض بيتلقط من هنا. طب ما احنا عندنا يعني القط انا كده كده هيجي عليه ضربيح هيتدار. طيب احنا كنا زمان بنلقط وانا كنت بلقط، طب ما انا عندي مسدس القتاش بروح عامل كده بقى اهو من هنا كده. نسيت اقول لكم ان احنا ممكن كنا حطينا سفنج على المانيكان ده وشدينا عليه الكورساج برضو سفنج مثلا 2 مللي ولا 1 مللي احسن طبعا. طبعا ايه انا بنسى اهو ادي مسدس القتاش ده كان كل دبوس بدل ما القط، ما انا كده كده هغطي. احنا اتفقنا ان احنا بنحاول ننجز الحته اللي في ايدينا باحسن شكل في الاخر، باحسن شكل وتبقى متينه وفي نفس الوقت ننجز وقتنا. انت لسه عندك حاجات تانية، لسه عندك الجيبه وعندك تل بيتكشكش بتاع الجيبه ليله يعني، عشان الفستان ده الجيبه بتاعته تل ومنفوش، بس منفوش تحتيه جيبه جوميه. مش عايز اسبق الاحداث عشان ما اوجعش دماغكم، عشان كل حاجه ايه تفهموها واحده واحده. انا مش بوريكم صوره موديل، انا بوريكم حاجه انا مطلوبه مني وبعملها. احنا في الاخر نعرف احنا شغالين ايه، بعد كده لما نخلص الفستان نبقى نحط الصوره اهو كده احنا ثبتنا. يعني انا لو شلت الدبابيس اللي تحت دي قشطه عادي اهي اهي شلنا الدبابيس يا عم الحاج اهو. يبقى ايه ندعي لاخواننا ايه السوريين ربنا يبارك له علمونا حاجه، بس هما بيثبتوا بقى بالقتاش ده، بيثبتوا الجيبه كلها بالقتاش. طبعا احنا ما بنعملش كده، احنا بنعمل الجيبه خياطه. مش في كل شغلهم برضه في الزفاف بالذات يعني غالبا يعني، في ناس بتشتغل كده وفي ناس بتشتغل خياطه. يبقى الجيبه جوميه بقى كبيره ومش عارف ايه، يروحوا ايه مثبتين بالقتاش. طبعا القتاش برضه مش في كل حاجه الخياطه يعني اضمن زي ما بيقولوا. انا كده خلصت اهو خلاص. هنيجي بقى ايه نكبس ده عشان يلزق في اللزق الوشين اللي تحت. نكبس ايه الدرابيه. المفروض انا لما اخلص الدرابيه اكبس كله، بس انا عشان اوريكم. احنا جينا الناحيه دي اهو. السلام عليكم. شفتوا بتاع البيكا؟ عشان ايه انا بنقل لكم المانيكان بس ايه واحده واحده. يا عم ما تجيش عليا يا عم عشان ابوس ايدك. كده باين؟ اه كده باين. اهو اتجاه اضرابي كده، انا بمشي برضه بالمكوه كده على اتجاه اضرابي اهو. الدبيس وقع مش مهم خلاص بقى، كده كده هلمها باللقاط يعني المغناطيس يعني. اهو اضربي لزق تحت لزق.
انا بلف المكوى على بومبيه الصدر ازاي. لزق. طبعا ده بعد كده بحط له لزق وشين من جوه. هو المفروض ما يتحطلوش، انا كده كده بثبت بقى من جوه هنا بالقتاش. بروح جاي من هنا جوه الكسره، جوه الكسره اهي عشان يبقى متداري اهو، مش باينه اهي. هو مش بيشوك ولا حاجه، لسه في البطانه بتاعت الكورساج، احنا حاطينه ايه وش بس. جوه الكسره هو لونه شفاف فما بيبقاش باين اهو. بنثبت في حتت اللي هي ايه فيها الدوران والبومبيه ده. برضه بنرجع نكوي تاني ومش عارف كده يعني. انا بوريكم خبايا الحته بتتعمل ازاي بالطريقه اللي انا بشتغل بيها، يمكن حد ليه طريقه تانيه. وفي ناس ما بتعملش مراحل دي، بتشد برضه زي ما انا بعمل بالقتاش كده وتثبت هنا، ولا لزق وشين ولا غيره، يبقى مرخرخ فاهم. بس احنا اتفقنا احنا عايزين الزبون يشوف شكل الحته وهي متعلقه في الشماعه، مش لازم، ما مش كل حته بتلبس على المانيكان. يعني الحاجه بتشغل في اللبس، فاحنا على قد ما بنقدر بنخليها شكلها قريبه من اكنها ملبوسه على المانيكان، هو ماسكها يبقى باين شكل الصدر وشكل الحنيكوي تاني اهو. بص المكوه بتاعتي جت هنا اهو، بص هتمسيحها حته ازاي. في الاخر بقى بحط لازق وشين جوه هنا، بقسم اللزق ده بالنص كده بالطول، بحط لازق وشين وبثبت. ماشي، تشوفوا الكروازيه ولا نكبر دماغي؟